سعد المجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب، هذا ما خلص إليه المدعي العام جان كريستوف مولي في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات في باريس. الحكم الصادر بحق المجرد يقضي بسجنه فورا لمدة 6 سنوات على خلفية اغتصاب فتاة الماريوت باريس في أكتوبر 2016. لكن المجرد نفى الاغتصاب وقدم روايته عما جرى في تلك الليلة بعد خروجهما من ملهى الليلي. في سيارة الأجرة أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت جمالها وتعانقنا ولم يكن عناق أصدقاء. كان أحدنا معجبا بالآخر وفي الغرفة رقصنا وتحادثنا. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا بأي طريقة. في حين روت الضحية الحادث بشكل متناقض مع رواية سعد المجرد. لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة ثم تبادلنا القبلات، وفجأة ضربني على رأسي.